السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفة سمك ب10 جنيه، هنمشي بيها حالنا، وهنقول على سر لون البطاطس الذهبي اللي انتوا شايفينها دي، وسر القرمشة اللي فيها، سر القرمشة اللي فيها. هنعمل وصفة النهارده، وصفة خطيرة هنمشي حالنا بيها. مش لازم كل يوم لحوم، مش لازم فراخ مشوية، مش لازم تشكيلة كل يوم، يوم في نص الاسبوع كده نمشي حالنا باي حاجة موجودة في البيت. معايا هنا طبعا ده السردين اللي كنت شارياه في الفيديو بتاع المشتريات. ده سردين ده ب10 جنيه. طبعا بتروحي عند البياع بتاع السردين وتقولي، بيبقى عنده 3 انواع من السردين، بيبقى عنده حادق ووسط ودلع. ده الوسط اللي انتوا شايفينه، ده وسط عشان ما يبقاش ريحته زفر. ده الكميه اللي انتوا شايفينها دي ب10 جنيه. هننضفه وهنرجع لكم تاني، وهنعمل له خلطه كده هتبقى طعمها جميل. زي ما قلتلك كده هنمشي حالنا بال10 جنيه. يعني ايه؟ مش لازم بقى تغرمي جوزك وتكلفيه وتقولي لازم كل يوم محشي، لازم كل يوم فراخ، لازم كل يوم مشوي. لا، بأي تكلفة وأي مقادير في البيت هتمشي حال. ولو الولاد ما عجبهمش، يعني لو الولاد ما عجبهمش الأكلة دي، ممكن تعملهم أي حاجة تاني. هتعملهم بيض مثلا مسلوق، هتعملهم لانشون، هتعملهم اي وصفه كده، اي حاجه تعجبهم. يعني ما تغصب، لو الولاد ما عجبهمش الاكل ما تغصبهمش على الاكل، خليهم يختاروا وينقوا يعني ايه، يختاروا الاكل اللي تعجبهم، ما تمشيش عليهم. يعني ما تصمميش ان الولاد ياكلوا من الاكل اللي انت بتحبيه، حتى لو مش عايزينه ما تصمميش. خليهم يبقى لهم رأي كده في الحياة، ويختاروا الاكلة اللي هم حابينها، لان ده اكل لازم هياكلوا اللي هم نفسهم فيه. يعني اعمل لهم اي وصفه هم بيحبوها. تمام كده. هنا بقى معايا طبعا نضفت السردين زي ما انتم شايفين كده، لونه احمر وردي وجميل. معايا حته زبده بلدي مع معلقتين سمن كده. بنحمر السردينه، يعني بنحمرها كده نديلها تشويحه عشان ما تبقاش زفره. وبعد كده بنركنها على جنب، ونفس السمنه دي بنحط فيها صلصه طماطم. يعني نفس السمنه دي ما بنحط السمنه تاني، نفس السمنه دي بنحط فيها صلصه طماطم، حبايتين طماطم كده بنعملهم صلصه، بنخلطهم في الخلاط، هنحط لهم شويه توابل. تابع بقى الفيديو الاخر. زي ما انت شايفه كده، هنا عنا بقى السردين كله، وهنا هنطش بالصلصه، وهنحط شويه توابل يعني عباره عن كمون وكزبره وفلفل وشويه بابريكا وقرن فلفل اخضر او شطه حراقه، يعني زي ما انت حابه، لو حابه سبايسي. هنا مجرد ما تتسبك هنضيف، يعني مجرد ما تتسبك هنضيف السردين اللي احنا عيناه. وصفة خفيفة، يعني مش مكلفة، ما تخليكيش بقى تجيبي تدفع فلوس كتير. يعني ايه، هي وصفة ب10 جنيه بس، هتبقى أكلة جميلة. وهنعمل جنبيها كذا وصفة كده. هنعمل جنبيها كذا وصفة. هنا بقى رشة يعني معلقة خل. هنا زي ما انت شايفة كده السباكة اهي، حطيت التوابل والسباكة، هنحط معلقة خل. وهنا الفلفل زي ما انت شايفة، نص قرن فلفل حراق، واحدة فلفلاية خضرة زي ما انتوا شايفين كده. تغيير، يعني ايه تغيير كده؟ زي ما قلت لك مش لازم بقى تزعجي جوزك وتقولي له لازم محشي ولازم فراخ ولازم، لا. مشي امورك ومشي بيتك باي تكلفة وباي حاجة في البيت هتمشي حالك. هنا بقى نضيف السردين اللي احنا عنا. طبعا هاتيه زي ما انا جايباه كده وسط، ما جيبيش مملح ولا دلع. الدلع هتحس بزفرته، بتحس انه طري كده. المملح هيبقى حادق معاكي. هاتيه وسط كده زي ما انت شايفه كده، لونه وردي وجميل. وطبعا انا كان ممكن اجيب واحده كبير، يعني واحده حجمها كبير، بس انا قلت اوريلكم، قلت يعني اجيب حاجه باقل التكلفه واعمل وصفه جميله، يعني عشان اعرفكم ان انت ممكن تمشي بيتك باقل حاجه عندك، اقل التكلفه هتعملي وصفه وهتغدي ولادك وهتبقى جميل.
هنا بقى سر قرمشة واللون بتاع البطاطس. طبعا البطاطس دي اللي هي الحمرا، البطاطس الحمرا اللي هي بتاع الشيبسي، وتبقى مقرمشه كده زي ما انت شايفه كده. طبعا بتبقى لونها ذهبي زي ما انت شايفه كده، وبقى هي مقرمشه. دي البطاطس الحمرا. في نوع تاني برضه بطاطس بيتقلي، اللي هي بيضه بس فيها نقطه حمرا كده، برضه دي آلية، بس الحمرا افضل منها. طبعا هنا عملت وصفه جنبيها بيض مسلوق، طبعا للولاد اللي ما بيحبوش السردين. وعملت وصفه تاني بس ما كانش فيه مكان احطها. وهنا الخبز البلدي اللي كنا عاملينه مع بعض، وهنا جرجير، وهنا فلفل، وهنا طماطم. وصفة جميلة وبألف هنا وشفا. يلا أمي بقى جربي الوصفة وبقلل الكمية، هتغدي ولادك النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك، وقولي لي رأيك. وعايزاك تقولي لي تعرفيني بتجيبي السمك السردين، يعني السمك السردين عشان اعمله بتجيبيه من أي منطقة، والكيلو بكام. شايفين وصفة جميلة وخطيرة وتغيير بقى، ومش مكلفة، مش مكلفة، ب10 جنيه هتغدي ولادك وهتتغدي وبألف هنا وشفا. الله الله، لونها خطير وجميل، والبطاطس مقرمشة ولونها روعة. طبعا انا مش حاطه ملح، لان الحياء بتاع السردين مظبوط، مش حاطه له ملح، بس حاطه بس توابل ورشه الخل. مش حاطه اي نوع ملح خالص، هو السردين مظبوط. عشان كده بقولك هاتيه وسط. هنا بقى البيض قلياه في حته سمنه برضو، يعني زبده كده بلدي، سلقاه ومحمراه زي ما انتم شايفين كده، ورش عليه ملح وفلفل عشان الزفره وكده، بيديله شكل ومنظر وجميل. يلا بقى قومي جربي الوصفه وقولي رايك فيها، وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقولي لي رايك، الوصفه عجبتك ولا لا؟